بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد الساعة 1 ظهرا، المباراة المنتظرة، مباراة الحلم، حلم التأهل إلى كأس العالم في أندونيسيا. اليوم ملايين اليمنيين ينتظرون هذه المباراة من أقصاها شمالا جنوبا شرقا غربا. الكل يقول معاك يا الأحمر الصغير. وقناة بسمة سبورت يسرها أن تستطلع آراء الجمهور الرياضي اليمني. ومعنا الأستاذ فؤاد الحبيشي. أستاذ فؤاد، ما هو المطلوب اليوم من منتخبنا للناشئين حتى يتغلب على البنية الجسمية وكذلك الطول الفارع للمنتخب الإيراني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخوة المتابعين في قناة الأخ العزيز فؤاد المسوري. بالنسبة للمنتخب الناشئين، منتخبنا الصغير الأحمر الصغير، لكي يتغلب على البنية الجسمانية للمنتخب الإيراني يجب عليه عدم الالتحامات، تجنب الالتحامات، لأنها قد تؤثر على لاعبينا وستكون في صالح المنتخب الإيراني. أيضا اللعب البيني وخلخلات الدفاعات واللعب القصير، لأن اللاعبين المنتخب الإيراني كما نعرف طوال القامة وسريعي الحركة، فيجب اللعب البيني السريع وكسر وهو أيضا المنتخب الإيراني يستحوذ على مساحات واسعة، فيجب علينا ايش؟ اللعب البيني القصير وتقارب الخطوط، لأن نلعب عكس تكتيك المنتخب الإيراني حتى نتغلب عليه وتكون هناك بناء هجمات منظمة. أيضا يجب على الكابتن محمد البعداني أن يقرأ المباراة قراءة سليمة خاصة في الشوط الثاني، ويلعب على الثغرات ولا يتوتر اللاعبين في هذه المباراة، لأنها مباراة هامة جدا في تاريخ المنتخب اليمني وتاريخ الرياضة اليمنية وبالنسبة للناشئين، حيث أننا لنا 20 سنة من آخر تأهل كأس العالم، وأيضا نبحث عن فرحة للجمهور اليمني وللشعب اليمني، وإن شاء الله تكون الفرحة فرحتين، فرحة العيد وفرحة التأهل لكأس العالم. هذه المباراة تمثل أهمية بالغة جدا، لا تقل أهمية عن مباراة الكاميرون والمنتخب الجزائري، واللي كانت مباراة فاصلة للتأهل لكأس العالم بالنسبة للمنتخبات الكبار، وأيضا لا تقل أهمية عن مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب السنغالي للتأهل أيضا لكأس العالم في قطر الذي انتهت، لكنها الآن لمرحلة الناشئين. المباراة كأنها مباراة فاصلة، لأنها للتأهل، الفائز منها سيتأهل لكأس العالم، سيتأهل، ونتمنى أن لا تكون كنتيجة مباراة مصر والسنغال أو نتيجة مباراة الكاميرون والجزائر التي خسر فيها الأخوة الجزائريين والأخوة المصريين، وحزن الجمهور العربي على عدم تأهلهم لكأس العالم. ونتمنى أن نفرح ويفرح الجمهور اليمني والعربي أيضا بتأهلنا وتواجدنا في المحافل العالمية، لأن هذا المنتخب الصغير لابد أن يكون من ضمن كبار العالم بالنسبة لإيش؟ للمنتخبات السنية في هذا العمر، لأنه لا قدر الله إذا خسر المنتخب اليمني في هذه المباراة سوف يتشتت اللاعبين في الفئات الأعلى، سينتقل اللاعبين إلى الشباب، إلى الأولمبي، وسوف نجد هذا المنتخب في قادم الأيام، وسننتظر الحلم من جديد. هذه حصاد سنين، هذه المباراة تعتبر هي النتيجة كنتيجة الثانوية العامة، هذه كأني وصلنا إلى مرحلة إعلان النتيجة النهائية في هذه المباراة، مباراة كبيرة يعني حاسمة، مباراة لا تقل أهمية، قلنا هي تمثل تاريخ للكرة اليمنية، وهي الفوز فيها يعادل أضعاف مضاعفة في الفوز على المنتخب السعودي في غرب آسيا والتي فرح فيها الشعب اليمني. فهذه المباراة مباراة حاسمة لتاريخ الكرة اليمنية، وإن شاء الله تعالى نتوج بالنصر فيها. ما هو توقعاتك أن يلعب في خط المقدمة
نصيحتك في خط المقدمة. لا الجمهور كان يعاتب عادل عباس، يعاتب عادل عباس لأنه اللعب الفردي. الآن معنا قامات فارعة، بنية جسمية، كيف نتغلب في خط المقدمة؟ فتتوقع التشكيلة كيف ستكون؟ والله التشكيله هي اللاعبين اليمنيين مميزين، واتوقع ان يلعب المدرب عبد الرحمن الخضر وانور الطريطي في المقدمه، ايضا بمسانده عادل عباس. نتمنى من اللاعبين التركيز وعدم التسرع، وايضا عدم الاحتفاظ بالكره والكرة الهوائية. والكرة الهوائية طبعا، لأن اللاعبين الإيرانيين طويلي القامة، فالكرة البينية الأرضية والتركيز، الكرات الأرضية. وعند في المباراة وفي أثناء سير المباراة ستتضح ملامح المنتخب الإيراني والخطة التي يلعب فيها والتكتيك المعين. فيجب على المدرب أيضا أن يقرأ التكتيك الخاص بالمنتخب الإيراني والخطة اللعب الذي يلعب فيها، ويستنفذوش اللياقة. نعم، اللياقة. الشوط الثاني المنتخب اليمني لابد عليه ان يحافظ على لياقته، لانها لا يستنزف الطاقه، لان المنتخب الايراني سوف يلعب على هذه الناحيه. مباراه اقصائيه. ايوه، ونحن نبحث في هذه المباراه عن النتيجه، لا نبحث عن المستوى، نبحث عن النتيجه. لا يهمنا ان يظهر اللاعب بمستوى عالي وتكون النتيجه عكسيه. لابد ان نلعب على الثغرات حتى لو كانت ليست تظهر لنا بايش المهارات الخاصه باللاعبين. فيجب علينا اللعب على النتيجة مهما كان مستوى اللاعب وبروزه. لابد أن يغلب مصلحة اللعب الجماعي على اللعب الفردي، لأنها مباراة الحلم. مباراة الحلم. هذا كأس العالم إن شاء الله. تتوقع أنه نفوز اليوم إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. والله هي نتيجة صعبة، مباراة صعبة جدا جدا، لكن إن شاء الله تعالى قد ربما نفوز على نتيجة 2-1 إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ونتمنى الظهر بأي الوقت الأصلي إن شاء الله بالوقت الأصلي، لأنه الوقت الإضافي قد ربما لا نصل للوقت الإضافي، لكن لا نريد استنزاف طاقة اللاعبين. يحسموها في الوقت الأصلي. يحسم بالوقت الأصلي إن شاء الله تعالى، حتى يعني لا نضطر انه يعني المنتخب مهما كان بنيته ما زال ناشئين، وكمان عارف المنتخب الايراني قوي البنيه وكبار في السن. انا مستغرب كيف تم اختيار بعض اللاعبين مع انها تظهر سنهم اكبر من حتى من 20 سنه، وصور واضحه للعيان. ما ادري ما هي اختيارات الاتحاد كرة القدم اليمني يقدم احتياج. الاتحاد الاسيوي والاتحاد اليمني لابد ان ينظر في هذه النقاط يعني واضحه للعيان. لا نتصور المنتخب ناشئ يلعب مع منتخب اعلى منه سنا وبنيه جسمانيه وسرعه، وكما اتضحت مباراه كوريا للعيان امام المنتخب الايراني. كنا نتجنب المنتخب الكوري وحزننا على خساره المنتخب اليمني امام تايلاند لتجنب ملاقاه كوريا. فهي الظروف عادت الينا مره اخرى لنكتشف ان المنتخب الايراني اصعب من المنتخب الكوري لوجود لكن ان شاء الله باللعب الجماعي نتغلب على نعم. اتمنى ان يكون المدرب محمد حسن البعداني قد تابع اشرطه فيديو خاصه بالمنتخب الايراني، ووجد بعض الثغرات في المنتخب الايراني، ويلعب عليها ويضع استراتيجيات خاصه وتكتيكات معينه في اثناء سير المباراه، بحيث انه تساعده على ايش؟ وعلى يعني حصد النتيجه مبكرا، وايضا راحه لاعبيه وعدم التوتر، التنويع في اللعب، لا يتسرع في ايش بعض القرارات، ولا يؤخر بعض القرارات. في المباراه السابقه التبديلات تاخرت طبعا كثيرا. في مباراه تايلاند كان هناك لاعبين مميزين في الاحتياط تم تاخيرهم، برغم ان بعض اللاعبين استنزف طاقته في المباراه لم يؤدي بشكل مطلوب، وكنا محتاجين الى بعض الدقائق للحفاظ على النتيجه. فلا ان شاء الله ما نقعش في هذه الاخطاء مره اخرى ان شاء الله. اذا هكذا هو راي الجمهور، وهكذا كان المتابع الرياضي الاستاذ فؤاد الحبيشي اعطانا، وان شاء الله انا والاستاذ فؤاد الحبيشي وملايين اليمنيين ان شاء الله سنحتفل بعد مباراه بتاهلنا الى نهائيات كأس العالم في أندونيسيا بإذن الله عز وجل. وكلنا نقول معاك يا الأحمر الصغير، وحي اليماني، حي قناة بسوري سبورت.